طيب، اول حاجة احنا محتاجين نعملها ان احنا ننقل تاني الغرز بتاعة الجسم على الابرة بتاعتنا. احنا لما نرجع للباترون هنلاقي ان احنا المفروض كنا محتاجين نوصل لعدد غرز لكل وش 86 غرزة عشان نوصل للمقاس اللي احنا عايزينه. احنا ما وصلناش ل86، احنا وصلنا دلوقتي ل68. فايه اللي احنا محتاجين نعمله؟ محتاجين ان احنا نزود الغرز علشان نوصل للمقاس ده. طيب قبل ما احنا نزود الغرز الاول زي ما قلت هنحتاج ان احنا ننقل الغرز بتاعتنا على الابرة تاني. وعشان نعمل الموضوع ده احنا محتاجين الابرة ومحتاجين ماركر، علشان احنا عايزين نعرف احنا بالظبط نص الظهر ونص النص بتاع الظهر فين والنص بتاع الصدر فين. فاحنا هنبتدي وهوريكم احنا ايه اللي هيحصل. طب احنا هندخل الابرة من فين؟ هندخلها دي دلوقتي عندنا الخيط، نهاية الخيط اللي هي كانت نهاية الدورة اللي احنا ابتدينا من بعديها ننقل الغرز كل سكشن لوحده. فاحنا دلوقتي ده بداية الخيط، فاحنا هنبتدي ندخل الابرة بتاعتنا من هنا. فهنمسك ده هندخل الغرز عادي، واحنا نخلي بالنا واحنا بندخلها وما نقصش الخيط غير لما نكون دخلناه كله. وخلي بالكم هتلاقوا الموضوع هنا صعب شوية بالذات في الاول، عشان الغرز بتكون مشدودة اللي في الاول واللي في الاخر. في النص هتلاقوا الدنيا سهلة، بس الموضوع يعني ايه عادي مفيهوش مشكلة. طيب ندخل الغرز بتاع السكشن الاولاني ونيجي نشوف هنعمل ايه. تمام، بعد ما احنا كده خلصنا النص الاولاني بنحط الماركر بتاعنا وبندخل في النص التاني. تمام، عشان نبقى احنا بنشتغل دلوقتي خلصنا الصدر وهنحط الظهر، او خلصنا الظهر ونحط الصدر، يعني نص البلوفر بقى ذات نفسه. سوري. تمام، هندخل ونخلص نيجي نكمل. طيب احنا كده حطينا الغرز وعلمنا ان احنا في نص بالظبط ما بين الصدر والظهر حاطين الماركر هنا من ناحية، والناحية التانية اللي فيها البداية بتاعتنا بداية الخيط. وبرضو عايزين نعمل ماركر عند بداية الخيط عشان احنا دلوقتي نبقى عارفين البداية فين. تمام، قبل بس ما نعمل ماركر هنقطع الخيط ونسحبه بالراحة من الايه الغرز بتاعتنا. نخلي بالنا لو في اي كلكعة في الخيط اللي احنا حاطينه نقصه ونشد منه. بس كده. دلوقتي احنا بقى عندنا بداية الدورة بتاعتنا من هنا. هنشتغل صف تزويد وصف من غير تزويد لحد ما نوصل لعدد الغرز اللي احنا كنا عايزينها لجسم البلوفر.
اللي هو انا بالنسبه لي انا في الباترون بتاعي 8 86. فهنعمل تزويد، وهنعمل صف التزويد والصف العادي، وبعدين نبقى نكمل الجسم بتاعنا. طيب هنزود ازاي؟ احنا ممكن نرجع لطريقة التزويد. احنا هيبقى عندنا قبل وبعد الغرزة، قبل وبعد الماركر، زي ما احنا عاملين بالظبط في الجزء الخاص بتزويد جسم البلوفر اللي كان في الاول، اللي هو من عند الرقبة لحد الجسم. هيبقى احنا عندنا هنزود غرزة في الاول، غرزة قبل وغرزة بعد في الصدر والظهر. يعني كده هيبقى توتال ان احنا مفروض هنعمل احنا محتاجين نزود تقريبا 18 غرزة، يعني 36 صف. فاحنا المفروض هوصل للي انا عايزاه بعد 36 دورة. ممكن ترجعوا عشان تفتكروا احنا كنا زودنا ازاي. الظهر قبل العلامة بنزود ازاي، وبعد العلامة بنزود ازاي. قبل العلامة بنحط الابرة بتاعتنا رقم 2 من قبل العلامة، يبقى من ورا لقدام. بعد العلامة من قدام لورا، ونرجع نكمل بعد كده. دلوقتي احنا في اخر جزء في البلوفر. لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا فبرافو عليكم، انا حقيقي فخورة بيكم جدا. ولو لسه ما وصلتوش فتقدروا تجولنا هنا في الفيديو في اي وقت. طيب الجزء اللي احنا اللي فاضل هو تقفيلة البلوفر من تحت. مش التقفيل بمعنى ان احنا نقفل الشغل، لا، الجزء اللي هي بيبقى بايت من تحت البلوفر ان هو كأنه استيك، اللي بيتعمل بغرزة عدلة وغرزة مقلوبة، او غرزتين عدلين وغرزتين مقلوبين، زي ما احنا عاملين هنا في الكم او في نهاية الكم. الطريقة اللي هنقفل بيها البلوفر من تحت، في كذا طريقة ممكن نقفل بيها البلوفر من تحت او نعمل بيها الاستيك من تحت. انا اخترت طريقة منهم، بس هقول لكم بقية الطرق التانية ان كيس ان انتوا حبيتوا تنفذوها بدل الطريقة اللي انا هعملها. يعني حاجة تتوقف على تصميمكم انتوا او وجهة نظركم للبلوفر. فخلوني اشرح لكم. طيب ايه دلوقتي الطرق اللي احنا ممكن نقفل بيها البلوفر من تحت؟ الطريقة الاولانية بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها كم، ان احنا نشتغل الصف او الاستيك من تحت، ان احنا نعمل كل غرزتين مع بعض، بحيث ان احنا نقلل عدد الغرز الموجودة للنص، وبعد كده نشتغل غرزة عدلة وغرزة مقلوبة علشان يبقى بالظبط شكل اللي هو الكم، شكل النهاية بتاعت الكم بالمنظر ده. فهيبقى من تحت زي نهاية الكم. الطريقة التانية ان احنا ما نقللش غرز، نشتغل بنفس الغرز، عدد الغرز اللي موجودة دي، ونشتغل غرزة عدلة وغرزة مقلوبة، بحيث ان نهاية البلوفر من تحت ما تكونش ماسكة، ما تكونش ضيقة او ما تضايقناش الحركة، وتبقى واسعة بس تبقى ملمومة شوية كأنها لمة الاستيك. الطريقة العادية ان احنا نشتغل لحد ما نوصل طول اللي احنا عايزينه، وبعدين نقفل من غير ما نعمل شكل الاستيك من تحت. الطريقة اللي انا اخترتها فيها حركة، اللي هي ان انا دلوقتي هخلي البلوفر نهايته مفتوحة من الجناب، يعني اللي هو بيبقى واخد شكل الفتحة، بتبقى واخدة شكل رقم 8، علشان من وجهة نظري هتبقى مريحة اكتر في الحركة ليا، وفي نفس الوقت ما بتبقاش مكسمة قوي في الجسم من تحت. فانا هعمل الطريقة دي، وهشتغل غرزة عدلة وغرزة مقلوبة، بس هتبقى مفتوحين، البلوفر مفتوح من الجناب. وبرضو التاتش بتاعي او شفته في بلوفر قبل كده كنت بلبسه، فعجبني ان انا اخلي طول البلوفر من ورا اطول سنة من قدام، يعني اطول مثلا قد صباعين او 3 صوابع مثلا من قدام. فدي برضو ناوية اعملها. علشان نعمل الموضوع ده احنا اوريدي معلمين بداية الصف والنص بتاعه. فاحنا هنشتغل دلوقتي الصف الاول، النص الاولاني من البلوفر اللي هو الوش. هنشتغل على الابره غرزه عدله غرزه مقلوبه لحد النص هنا،
ومش هنكمل بقى كده، لا هنرجع هنلف الشغل ونشتغله كأننا بنشتغل على إبرة مستقيمة، كأننا بنعمل صف رايح صف جاي، مش راوند، مش دورة. فنشوف مع بعض كده. دلوقتي احنا هنبتدي الصف او بداية الصف اللي هو بتاعنا من بعد العلامة الزرقاء. هنشتغل الاول الغرزة الاخرانية دي كده، وبعد كده نبتدي نشتغل الجزء الاولاني. نحط دي، ولو اننا مش هنحتاجها دلوقتي تاني العلامة، بس نحطها. هنشتغل غرزة عدلة، غرزة مقلوبة. طبعا احنا عايزين نتأكد ان عدد الغرز زوجي، علشان الطريقة بتاعت غرزة عدلة وغرزة مقلوبة، علشان لما نبتدي الصف التاني هنبتدي غرزة عدلة وغرزة مقلوبة، ما يبقاش فيه لخبطة في يعني ما يبقاش فيه غرزة عدلة تيجي على غرزة مقلوبة، او غرزة مقلوبة تيجي مكان غرزة عدلة. فشكل الاستيك ساعتها مش هيبقى شكل استيك، هيبقى شكل الغرزة اللي هي غرزة الحبة. فاحنا هنشتغل نتاكد ان العدد اللي احنا شغالين بيه عدد زوجي، وهو المفروض يبقى زوجي، لان احنا لما كنا بنزود الغرز كنت بنزود غرزه في الاول وغرزه في الاخر، غرزه في اول السكشن وغرزه في الاخر، فكان العدد زوجي. فاحنا نتاكد الموضوع ده. بعد كده بنشتغل عادي غرزه عدله وغرزه مقلوبه، وهو انا اول غرزه بس دي اللي اشتغلتها عدله. انما بعد كده احنا المفروض هنبتدي كل صف بان احنا نعمل غرزة سليب من غير ما نشتغل، عشان يبقى شكلها مش متني. البداية قلنا اللي انا بقولها دايما في كل الحاجات اللي هي المشغولات اللي زي الكوفيات او كده، اللي بيبقى ليها بداية بيبقى في خط، يعني مش حاجة راوند زي اللكلوك مثلا او كده، لا حاجة ليها بداية. نبتدي دايما غرزة نمررها من غير ما نشتغلها، علشان يبقى شكلها متناسق ومشدود، شكلها احسن. فاحنا نشتغل الصف بتاعنا بالمنظر ده، غرزة عدلة وغرزة مقلوبة. دي غرزة مقلوبة لحد ما نوصل لنهاية الصف. نشوف هنعملها ازاي، هيجيلكوا لما نوصل لنهاية الصف. احنا خلاص قربنا نخلص الصف ده ونقلب الشغل، وهنعمل الناحية التانية. شغلنا عدلة غرزة مقلوبة. طيب العلامة دي بتقول لنا ان احنا وصلنا لحد نص البلوفر بتاعنا، يعني نهاية الوش. سوري. بعد كده بدل ما هنكمل الراوند، لا نروح نجيب ده كده ونقلب البلوفر. تمام، ونرجع نشتغل. دلوقتي الخيط هنا احنا قلنا هنعمل ايه؟ قلنا هنمرر الغرزة الاولانية من غير ما نشتغل اهي كده، ونبتدي نشتغل الغرزة اللي بعديها مقلوب. فنبتدي نشتغل العدل عدل والمقلوب مقلوب، وكل ما نوصل لنهاية العلامة او نهاية الصف نكمل الشغل بتاعنا ايه زي ما احنا بنعمل لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه، وبعد كده نقفل الشغل. فهيجيلكوا ان شاء الله في المرحلة الاخرانية بتاعة تقفيل الشغل. بس احنا عرفنا احنا هنمشي زي السيكونس بتاعنا دلوقتي. احنا لو اللي هتمشوا بنفس الطريقة اللي انا عاملاها، فاحنا هنكمل هنخلص الوش، هيجيلكوا واحنا بنقفل الوش علشان نشوف هنوصل الظهر ازاي، او هنوصل الخيط بالجزء الخاص بالظهر ازاي. هي بسيطة مفيهاش برضو حاجة، بس عشان ما نسيبش حاجة للتساؤل. فاجيلكوا بعد ما وانا بقفل الجزء ده ان شاء الله. دلوقتي احنا انا المفروض هبتدي اقفل السكشن الاولاني اللي هو الخاص ب
بالوش بتاع البلوفر. وبعد كده هنبتدي نشتغل الظهر. حاجة عايزة اقولها، انا تصميمي للبلوفر ده ان انا عاملة بخلاف الجزء الفوقاني، طبعا هنشوف لما نخلصه خالص وأوريكم شكل البلوفر النهائي كامل عامل ازاي. بس في جزئية عشان مهمة خاصة بان انا اعد الغرز، كنت عايزة اقولها عليها علشان اللي برضه عامل لها تصميم او اللي عامل بلوفر تصميم للالوان معين، حابة ايه اشرحه. انا هنا مدخلة كذا لون مع بعض، بس مدخلة الالوان بحيث ان هي يبقى 19 صف لكل لون بخلاف البلوفر من فوق. فانا دلوقتي عاملة 4 الوان المفروض ورا بعضيهم، كل لون عاملاه 19 صف. فانا في نهاية الوش هنا، في نهاية وش بلوفر، في الصفوف دي اللي انا عاملاها هنلاقي في منها صفوف اللي هي معمولة غرزة عدلة فقط، اللي هي كان جسم البلوفر عادي، والجزء ده اللي هو المفروض الاستيك اللي هو غرزة عدلة وغرزة مقلوبة، غرزة عدلة وغرزة مقلوبة. لما نيجي نعد الغرز عشان نعرف احنا واصلين لحد فين، نجيب بس قلم حاجة عد بيها. احنا بنعد حرف الفي او رقم 7 اللي موجود ده، ان هو ده شكل الغرزة العدلة. فانا لما باجي اعد بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، دول 16 اللي موجود على الابرة يبقى هو الصف ال17، اللي هو انا فعليا عاملة 17 صف. 16 اوريدي خلاص نزلوا من على الابرة، والصف ال17 الموجود على الابرة. حاجة تانية، مفروض ان كل 19 صف بيعمل لي 10 سنتي. لو احنا شوفنا دلوقتي هنلاقي ان انا اوريدي بالصف اللي موجود على الابرة عاملة 10 سنتي، مع اني عاملة مفروض لسه 17 مش عاملة 19 كلهم. ده علشان الملاحظ ان الغرزة اللي بتبقى معمولة غرزة عدلة وغرزة مقلوبة اللي هي الاستيك بيكون في فرق طفيف في الطول اطول سنة بسيطة جدا من اللي معمول غرزة عدلة بس. يعني هتلاحظوها في الشكل هنا. فدي ملاحظة يمكن تحتاجوها يمكن لا، بس كنت عايزة اقولها عشان انا طبعا اخدت بالي منها وانا شغالة دلوقتي. بس هي دي الملحوظة اللي انا كنت عايزة اقولها. فانتوا عدوا الصفوف وتخلوا بالكم ان الصف اللي موجود على الابرة يعتبر صف، تعدوه من ضمن الحاجات اللي بتعملوها. الحاجة التانية لو انتوا عايزين بالمقاس يبقى خلي بالكوا، او يعني مش بعدد الصفوف، او انتوا حاطين كل سيكشن معين او بعد كل عدد صفوف معين هتغيروا حاجة، هتغيروا يعني لون او طريقة شغل. خلي بالكوا بس ان انتوا يعني ايه تعدوا الصفوف وفي نفس الوقت تمشوا بالمقاس علشان تشوفوا ايه اللي انتوا محتاجينه اكتر، محتاجين مقاس ولا محتاجين صفوف، عدد صفوف ولا مقاس. مش عارفة اذا كان الكلام واضح ولا لا، بس دي ملحوظة خلوها معاكم. يعني دلوقتي المفروض ان احنا هنبتدي نقفل الشغل بتاع الوش ونبتدي في الظهر. فهنشوف مع بعضنا دلوقتي هنقفل ازاي. احنا هنقفل العادل عادل والمقلوب مقلوب زي اللي احنا عملناه بالظبط في الكم، علشان يبقى مدينا الشكل المستقيم اللي مفهوش لخبطه، يعني زي ما احنا عملنا في الكم بالظبط. يلا بينا نقفل الشغل. في الخطوات الاخيره من التقفيل دلوقتي زي ما قلت ان احنا بنقفل العدل عدل المقلوب مقلوب. دي غرزة مقلوبة اشتغلناها وبعدين قفلنا الغرزة بالطريقة دي، بعدين نرجع لورا
نشتغل الغرزة العدلة عدلة ونقفلها عدلة، نجيب لقدام المنظر ده. تمام، نجيب مقصنا نقص مثلا، يعني ايه منقصهاش على الحركرك قوي، عشان احنا من ضمن الحاجات اللي هنعملها بعد كده بعد ما نخلص البلوفر ان احنا بقى بواقي الخيط المقصوص ده هنعمله، هندخله في البلوفر. ما نشدهاش قوي، نشدها نص شده كده، يبقى احنا كده خلصنا الجزء الاولاني اللي هو الوش. بعد كده هنشتغل الظهر. طيب احنا المفروض هنبتدي السكشن التاني اللي هو الظهر. هنبتدي من مكان الماركر اللي احنا حطيناه، اللي كان بيفصل او اللي كان بيقول ان هنا نص البلوفر خلص. ف ده هنا الماركر اللي بيقول لنا ان احنا هنبتدي دلوقتي نشتغل في الظهر. طيب هنشتغل ازاي؟ احنا لما كنا بنشتغل في دايره، احنا ده هنا لما احنا قفلنا الشغل ده كان نهايه السكشن الاولاني، نهايه الوش. فالمفروض لما احنا كنا بنشتغل بالشكل ده دوره يعني، فان احنا كده هنشتغل هنا، هنشتغل في دي. طيب هنشتغل في دي ازاي؟ هي اوريدي السكشن ده موجود على الابره بتاعتنا، فعشان نشتغل بيه هنشتغل من هنا، البدايه من هنا. تمام، نشوف هنشتغل ازاي. هنجيب الابره بتاعتنا من البدايه اللي احنا قلنا من عند العلامه البيضاء، والطرف التاني من الابره هو ده اللي هنشتغل بيه دلوقتي. وهنجيب الخيط، طرف الخيط اللي احنا لسه قصينه. تمام، شيل بقى الماركر. شكرا يا ماركر، تعبت معانا. احنا قلنا نشتغل غرزة عدلة غرزة مقلوبة، بس هنمرر الغرزة الأولانية، ولكن تمرير الغرزة الأولانية ده مش هيبتدي من الصف ده. الصف ده هنشتغل غرزة عدلة عادي عشان هنربط بالخيط، طرف الخيط عادي. الإبرة بتاعتنا عادي، طرف الخيط نحطه كده عادي، ونشتغل الغرزة. وبعدين ممكن نربط الخيط، ممكن ما نربطش الخيط، يعني مش مشكلة. انا بحب اربط الخيط، بس ربطة خفيفة كده، يعني اللي هو ما معقدهاش. تمام، وهنشتغل غرزة عدلة غرزة مقلوبة لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه ونقفله. ودي هتكون التقفيلة الأخيرة لينا الخاصة بالبلوفر. وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي بعد ما نكون قفلنا الشغل، عشان نشوف ازاي لو في حاجات بتبقى محتاجة خياطة زي تحت الباط، أو ازاي نداري أطراف الخيط اللي متساب من كل سيكشن. وبعدين يعني هنشوف بقى ان شاء الله الفيديو الجاي الفاينل ريفيل وتصليح بعض العيوب اللي بتبقى ظاهرة. وبرافو عليكم، شاطرين، وبالتوفيق.